عملنا اجمد ايجن بيف. اللحمه انا مش قادره اقول لكم قد ايه هي طريه بتدوب. هنحتاج حوالي 400 جرام لحمه ستيك متقطعه رفيع كده. هنحط عليها حوالي نص معلقه بيكنج صودا او كربونات، وعليها حوالي 3-4 معالق ميه. وبعدين بعد ما نقعد ندعك كده شويه هنلاقي ان اللحمه امتصت كل الميه. بعد ما تمتص كل الميه هرشها بمعلقتين نشا، واتاكد ان كل حته لحمه اتغطت بالنشا، وده هيخليها كده كريسبي ولونها بني حلو قوي. بعد ما تلمس النار هسيبها كده 10 دقايق ترتاح وبعدين احمرها. الخطوه الثانيه الصوص. هنبتدي بحوالي نص كوبايه كاتشب وربع كوبايه سويت تشيلي، وبعدين هنحط حوالي ربع كوبايه صويا صوص غامق، معلقه خل ابيض، معلقه سكر بني، معلقه بودره بصل، ومعلقه نشا. هقلب كل ده في بعضه والصوص كده جاهز. الخطوه الثالثه ان احنا نحمر اللحمه. هي دلوقتي بقى لها حوالي 10 دقائق لربع ساعه قاعده كده تستريح. احنا هنحط شويه زيت سخن في طاسه وهنحمرها لحد ما لونها يبقى دهبي. حاول ان انا انزلهم بعيد عن بعض عشان كل واحده تاخد راحتها وهي بتتحمر. هي كده اتحمرت على الناحيتين، ما خدتش مني وقت، حوالي 10 دقائق. الخطوه اللي بعد كده نحمر الخضار. هنحط فلفل الوان وبصل، وهحط عليهم حوالي معلقه ثوم مفروم. اول ما الخضار يبتدي يدبل هنزل عليه بالصوص على طول، وكمان هرجع اللحمه. وبس كده، هي دي الخطوات البسيطه اللي بناخدها عشان نعمل اجمل ايجن بيف.